اكلمك يمكن النهارده او المنتظر في المباراه القادمه اي خطا دفاعي هتبقى مشكله للفرقتين. النهارده بس واحنا بنتكلم على مباراه النهارده تحليلنا برضو بنبص للماتش القادم. النهارده انا شفت النهارده موسيماني بيتكلم ما بعد هدف ابو قير في فكره تمركز اللاعبين، وان هو كان غضبان جدا في حته التمركز ده، يعني بغض النظر عن اللعيب اللي متواجد، لكن ده بيبقى الخط الدفاع بالكامل هو المشكله مش لاعب واحد. رايك في النهارده في الهدف، وهل الاخطاء الدفاعيه في الماتش الجاي مفيش كلام فيها لازم ما تحصلش؟ ما تستحملش طبعا. هو التمركز اللي جينا نتكلم تمركز كان غلط كتير. يعني في كتير كان في تمركز. محمود وحيد فترات كان واقف تمركز غلط، ودي ترجع يا فاروق خلي بالك ما بيلعبش كتير. وتاني حاجه خط الظهر اللي كان موجود ما كانش بيلعب مع بعض بصفه كبيره. يعني محمود وحيد النهارده، عربي نفس الكلام. هما الاثنين لوحدين، رامي وياسر. هو لاعب ابو قير جه من ورا عربي بدري يعني. بس ما انا بقول لك عربي بدري اصلا ما بيلعبش في الحته دي. يعني عربي بدري بشوف انا بيلعب هو هاف او في نص الملعب او رقم 10 من تحت بيجي. فالراجل جربه في الحته دي، عايز يشوف امكانياته في الشكل دوت. فهو التمركز لازم كان فيه غلط عشان محمود ما بيلعبش كتير. فالتمركز فيه غلط. هي بس كان في نقطه فاروق رجعنا نتكلم فيها، ونفس الكلام نادي الزمالك. عندك نادي الزمالك برضك عندك بس عبد الله واحمد عيد بيلعبوا بقالهم كتير وعندهم ثبات شويه. هي بس في نقطه لما كنت بتتكلم مع امير، هو ليه يلعب احمد عيد او يلعب حد تاني ناحيه الباك رايت؟ طب ما خلي بالك هو في سؤال هنا، هو حازم امام الصغير لعب ازاي؟ كان في نفس الظروف. انت فاهم ازاي الموضوع؟ فلازم انا اديله وهو على الاقل بدل ما اجيب سيرد باك والعبه ناحيه اليمين. خلي بالك عبد الغني، معلش خلي بالك عبد الغني لعبها معانا في نهائي الكونفدراليه. لاعب باك رايت. هي مش تقليل من احمد عيد. احمد عيد شكل وكان من نجوم مباراه الرجاء. كل ماتش له احتياجاته بالظبط كده. وانت خلي بالك النهارده انت النادي الاهلي عنده واحد باك ليفت مميز وعنده خبرات. بس على حسب يا امير انت عايز تعمل ايه في الماتش. عايز تشتغل في 80% مثلا دفاعي او 40% بتحط اللعيب بتاعك. بص يا كابتن فاروق، انا في وجهه نظري نادي الزمالك لو دفاعه مركز المباراه دي انا مش قلقان بقى من الحته اللي قدام. يعني نادي الزمالك انت خلي بالك، نادي الزمالك السنه دي كمان في نقطه كويسه جدا. النادي الزمالك كل ما يدخل فيه جون عنده حته اللي يقدر يعوض او يرجع المباراه. شوفنا المباراه دي، معلش يا مسلم انا بس النقطه دي هتقول فيها بقى على المعلومه. كابتن فاروق طبعا شكرا ليك. مباراه الرجاء، مباراه الترجي، مباراه حتى النهارده في مباراه كاس مصر عنده حته الكامباك دي بيعملها كويس. لكن هي النقطه زي ما قلت لك هي مش تقليل يا ابو مسلم، طبعا كلامه صح، لكن انا بتكلم في نقطه ايه اللي انت المباراه النهارده نادي الزمالك انا بقول لك عنده ناس قدام الاربعه اللي قدام في الحته الهجوميه عندهم حلول. فانا لو مركز حته الدفاعيه وواقف صح. والنهارده انت برضه بتتكلم عن النادي الاهلي، مفتاح لعب مهم جدا النادي الاهلي علي معلول. فانا النهارده لو واحد زي احمد سيد زيزو بيلعب عليه وعندي محمد عبد الغني بيغطيه كويس وفي كوره عاليه مميز وعنده سرعات، لا هتفرق معايا. هو انا لما هتذكر واي مدير فني للفرقتين هيجيب اخر ماتش حصل ما بين الفرقتين، صح ولا غلطان؟ لا بس كل ماتش له ظروفه. انا بتكلم، ما هو اسلوب لعب متواجد في المباريات الكبيره سواء بقى في الرجاء والترجي مع كالتيرون والاهلي والزمالك لما لعبوا مع بعض. فبالتالي الاخطاء بالنسبه للفرقتين في الماتشات اللي احنا بنتكلم عليها يعني متقاربه او شبيهه بشكل كبير. فانا بكلمك حتى على الجزء الدفاعي هنا، وكنت هخش لك برضه على الجزء الدفاعي في مباراه اليوم لنادي الزمالك. انا بشوف ان دي اخطاء متكرره سواء للاهلي او للزمالك. خد بقى ابو مسلم عشان خلي بالك الاثنين ما بيلعبوش الخط الدفاع، ما بيلعبش بشكل ثابت مع بعض. يعني الاثنين هتلاقي مثلا هي دي بس المشكله ابو مسلم ولا طبعا. وخلي بالك عنصر برضك وضع مختلف. لا في عنصر مهم جدا، عنصر اللي هو الانسجام ما بينهم مش موجود. عنصر طبعا حاجه ثانيه اللياقه البدنيه في خط الدفاع، لازم يكون اللعيبه اعلى شويه من الناس اللي موجوده الخط الامامي او خط نص الملعب. فممكن انت خلي بالك يا فاروق الواحد كان بيلعب في الحته اللي على الطرف دي. يعني الباك الموجوده محمود وحيد او العربي لازم يكون نفسهم بشكل كبير مميز، لازم يكون عنده موضوع اللياقه البدنيه بيقدر ينفذ بشكل كبير. فوحيد بقى له فتره ما كانش بياخد. فالنهارده ممكن التركيز بتاعه اقل شويه. تمام. انا مش بكلمك على افراد، انا بكلمك على شكل فريق باخطائه حتى لو اللاعبين الاساسيين متواجدين. لا ما خلي بالك ما هي النقطه برضك خلي بالك احنا جايين نتكلم النادي الاهلي في خط الدفاع. يعني هقول لك حاجه، ماتش الاهلي والزمالك لو تتذكر 3-1 لعب. يعني هو بيتكلم عن نقطه علي معلول وتقدمه، لعبوا لعب في ظهر علي معلول وجابوا الجون الثالث. احمد سيد زيزو احمد سيد زيزو ما عملها كل مدرب يا فاروق ليه الادوات بتاعته والشغل اللي بيعمله. كل فايلر ليه شكل في الملعب، موسيماني نفس الكلام. بس جينا نتكلم على الاثنين، كل واحد هيبقى عارف الادوات عنده ايه، الخبرات عنده ايه. وخلي بالك حاله اللعيبه اللي بتفرق في الماتش بتبقى عامله ازاي. انا ممكن اعمل التشكيل اللي احنا حاطينه على الورق كويس قوي، بس انزل حاله اللعيب في الملعب هلاقيه مختلفه تماما. تركيزه عامل ازاي بس كده، احساسه ازاي، لو الماتش بجماهير هيبقى عامله ازاي.
فدي النقطه بتختلف من لعيب للعيب، بتختلف بشكل كبير. تقلق من مين من الزمالك في الماتش زي كده؟ لا هو في لعيب مميزه كتير. انا بس عايز اقول لك على نقطه برضه، خط الدفاع. النادي الاهلي اقوى خط دفاع في الدوري الممتاز، يعني الموسم دوت النادي الاهلي اقوى خط دفاع. صحيح. فدخل فيه اعداد اهداف قليله. تمام. فالموضوع ما يقلقش، انت فاهم ازاي؟ هو بيقلق دلوقتي الراجل النهارده خايف يلعب مثلا ايمن اشرف وهو جاي من ماتش المنتخب يحصل له حاجه وهو مصاب، او يحصل له حاجه في النص في الجزء اللي ورا. فده اللي في فرقتين، الراجل خايف هنا، ده عنده حذر وده عنده حذر. طيب قول لي مين اللاعب اللي ممكن تقلق منه نادي الزمالك؟ لا هو ماتش زي كده. اللعيبه كلها مميزين في نادي الزمالك، ونفس الكلام نادي الاهلي لعيبه كبيره، ولو هم مش لعيبه كبيره مش هيلعبوا في اهلي او زمالك. هو في نقول حاله اللعيب الفتره ديت في فوقان في النادي. مين مثلا؟ جينا عندنا نتكلم في زيزو من اهم العناصر اللي موجوده، عندها شكل كويس وعندها رؤيه وعندها شخصيه. النادي الاهلي نفس الكلام، عندك قفشه ابتدى يفوق بشكل كبير، والراجل اداله الحريه واداله. بقى هو امير اللي يقول. طيب انا قلت لك الزمالك. امير برضو الجزء الدفاعي بسرعه. النهارده انا شفت 2 على 2 في الجون اللي جه في نادي الزمالك، ودي حاجه يعني ما ينفعش تتعمل مع فريق كبير. بص يا كابتن فاروق، انت النهارده لو بصيت التشكيل، اسلام جابر وامام عاشور الاثنين دول اصلا مش هاف ديفندر. خلي بالك وجود طارق حامد في الحته دي برضو بيشيل حاجات كتير، بيفرق. فيمكن دي النهارده انت بتلعب بس كان طارق حامد كان موجود في ما هو برضو خلي بالك، ما هو كان موجود. انت برضو خلي بالك ظروف المباراه، انت مغلوب 1-0. انت فاهمنا يا كابتن فاروق؟ او انت بتتكلم على الجون بتاع زد النهارده. وخلي بالك برضو نادي الزمالك اخر 10 دقائق عايز يكسب المباراه. فهتلاقي برضو اللي النهارده انت الناس كلها طايره، فده وارد ان انت يبقى فيه مرتده. لكن انا عامه على سير المباراه، انت طارق حامد في وجوده في الحته دي لا بيشيل كتير قوي عن خط الدفاع، وخاصه انت النهارده بتلعب باسلام جابر وامام عاشور اصلا اثنين مش هاف ديفندر، واما بيلعبوا جنب طارق مثلا مكان ساسي يبقى في واحد ثابت. سريعا بس كده ابو مسلم قال كلمه، قال لك اللي دفاع النادي الاهلي افضل دفاع، بس مش قدام الزمالك. ما هو الزمالك النهارده انت نادي الزمالك كسب الاهلي 3. انت النهارده بقى بتتكلم على ناس هجوميا جامده جدا. يعني النادي الاهلي احسن دفاع في الدوري، بس قدام نادي الزمالك في المباراه. هو بيتكلم في المجموعه. في المجموعه. لكن انا بكلمك ايه بقى؟ انا بكلمك في المباراه، لكن جزء هجومي. ما هو اقوى دفاع جه قدام الزمالك اتغلب 3. ده اللي بتكلم فيه. انا مش تقليل من دفاع النادي الاهلي. اقوى هجوم برضه خلي بالك. ما هو اقوى هجوم برضه قدام نادي الزمالك ما فيش حاجه. يعني معلش مع احترامي، انا بص يا كابتن فاروق، انا النهارده لازم ابقى محايد وانا قاعد هنا. لكن انا بكلمك النهارده لو تبص، انت مش عايز تبقى لا انا عايز، انا بالنسبه لي عادي. انا مش قصه اللي انت النهارده، انا بتكلم كوره عشان نبقى عندنا مصداقيه مع الناس. ارقام. انت النهارده ارقام، انت النهارده الدفاع، انت النهارده هتلاقي دفاع الاثنين. محمود علاء بيتغير من منتخب مصر بيخش مكانه الونش. تمام. عندك النهارده في الجزء، عندك النهارده واحد اشرف بن شرقي في منتخب المغرب. عندك احمد سيد زيزو منتخب. يعني لعيبه نادي الزمالك السنه دي معظمها هتلاقيها منتخبات. فانا عناصر لا نادي الزمالك. طب قول لي اللعيب اللي يعني بتقلق منه برضه في الاهلي، او يعني بيسبب ازعاج لا انا شايف اللي قفشه ممكن لعيب مهم في الحته دي. هو نادي الاهلي يا كابتن فاروق نص ملعبه كويس، يعني عنده قفشه وعنده ديانج والسوليه. حتى ده انت زي ما بقول لك حته الاستحواذ في المباراه هتلاقي هم اللي كانوا مستحوذين. لكن غير كده انا اتمنى لنادي الزمالك، لو انا زي ما بقول لك لو ركز في الحته اللي مع الثغرات اللي في دفاع نادي الاهلي والغيابات، هيبقى الموضوع هيبقى صعب على دفاع نادي الاهلي. طيب خلينا عندنا